السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى أيها السابقون. أنا مش عايز أقول مع السابقين، أنا عايز أقول إن أنتم السابقون إن شاء الله، وربنا يجعلنا وإياكم من أهل الهمة العالية إن شاء الله، الذين يدركوا جنة الفردوس برحمة الله أولا، ثم بأعمالنا إن شاء الله جل وعلا. اتكلمنا في المرة اللي فاتت واللي قبلها عن علو همة الشباب، وبنقول ان احنا محاصرين من كل مكان. هنتكلم عن علو همة الشباب والشيوخ والنساء والصبية الصغار، فربنا يجعلنا وإياكم من أهل الهمة العالية، يعني حتى نبعث مع أهل الهمم والقمم يوم القيامة في جنة الفردوس، اللهم آمين. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن نموذج عالي جدا من نماذج علو همة الشباب، وتكلمنا عن أسامة ابن زيد. أسامة بن زيد قلنا طبعا ان زيد بن حارثة اللي هو ابوه كان حب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أسامة بن زيد كان الحب ابن الحب، كان من احب الناس الى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو تفتكروا كما في الصحيحين لما سرقت المرأة المخزومية وارادوا ان هم يتوسطوا عشان ما يقامش عليها الحد بقطع يدها، لان المسألة طبعا صعبة جدا، امرأة شريفة جدا ونسيبة ولكن سرقت فلا بد ان يقطع يدها. فالنبي عليه الصلاة والسلام عارفين ان هو من احب الناس الى قلبي أسامة بن زيد، قالوا بس المهمة دي ما يقومش بها الا أسامة بن زيد. راحوا مكلمين أسامة راح كلم النبي عليه السلام، يعني ان هو يعفو عن هذه المرأة وكده. فأسامة بن زيد لان هم عارفين ان هو من اعز الناس الى قلب النبي عليه السلام، لما دخل كلم النبي عليه السلام النبي غضب، قال أتشفع في حد من حدود الله عز وجل يا أسامة؟ والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها صلى الله عليه وآله وسلم. شاف الموضوع أن أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، شوف علو همته وصل لدرجة إيه، لم يخطو من سنه إلى 19، كان لسه ما يعني يدوب 19 سنة، وقاد جيشا فيه عمالقة الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر الصديق وعمر ابن الخطاب رضي الله عن الصحابة أجمعين. أسامة بن زيد 19 سنة، يعني النهاردة في سنة كام يا جماعة؟ يعني النهاردة نقول مثلا في سنة كام؟ في ثالثة ثانوي أو أولى كلية، حاجة زي كده يعني. أولى كلية النهاردة أو ثالثة ثانوي، لك أن تتخيل ده ممكن يعني يكون بيفكر فيه، يعني كبيره أو مثلا حتة عربية حلوة ولا موتوسيكل ولا بلاي ستيشن ولا الكلام ده كله. أسامة بن زيد هيقود جيش كامل عشان يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ده أسامة بن زيد ده مثل عظيم جدا جدا لبذل الإنسان لنفسه لخدمة دين الله. خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. خد بالك في رواية الترمذي بسند صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كم من أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. مين البراء بن مالك؟ اللي هو أخو أنس بن مالك. ده لو أقسم على الله لأبره، أي نعم، وده من ضمن الناس المعدودين على الأصابع اللي احنا عرفناهم، اللي هم الواحد منهم لو أقسم على الله لأبره. خد بالك الفرق بين أن أنت تدعو وأن أنت تقسم على الله. فجاء في معركة تستر، والحديث رواه الحاكم بسند صحيح، استعصت الموقعة على المسلمين، عايزين يفتحوا تستر مش عارفين، الناس قاعدين في الحصون جوه والدنيا مقفلة، مش عارفين يعملوا حاجة خالص. ايه اللي حصل؟ نفدت أسباب الأرض وبقيت أسباب السماء. فذهبوا إلى البراء بن مالك قالوا: يا براء، سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك، يعني ألا تقسم على الله؟ فقام البراء وقال: اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيله. أكيد أنت عايز تسأل السؤال اللي أنا في دماغي دلوقتي: طب وليه البراء بن مالك طلب إن هو يموت، إن هو يستشهد؟ خد بالك بقى، أصل الصحابة سامحني يعني غيرنا في إيه؟ ناس أصحاب قلوب شفافة، الموازين عندهم بميزان الذهب، مش بالكيلو، لا بملي جرام، واخد بالك؟ فقلبه شفاف وحساس جدا. هو خلاص الناس عرفت ان البراء بن مالك لو اقسم على الله لأبر الله قسمه، ومش عرفوا بس، لا وشافوا كمان وتأكدوا. فكده خلاص ذاع صيت البراء بن مالك، الناس كلها عرفت. فأصبحت المسألة بالنسبة له مشكلة، إن ممكن بقى المسألة يدخلها رياء ولا سمعة ولا بتاع. لا 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 لا، أنا أخرج من الدنيا أحسن. وأجمل خروجا من الدنيا الشهادة، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح: للشهيد عند ربه 7 خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، يا بخته، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته ليدخلهم الجنة. قال لك بس مفيش أحلى من الموتة دي، فتمنى الشهادة. وده اللي يوضح لنا يا جماعة موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه مع خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه في فتوحات الشام. خالد بن الوليد في عز الفتوحات بتاعة الفرس وخلص الدنيا كلها، وخالد لم يهزم لا في جاهلية ولا في إسلام. ليه؟ أصله سيف الله المسلول، وسيف الله لا يكسر أبدا. فالمهم في عز الفتوحات بتاعة الشام، وانت عارف خالد كان ليه مواقف يعني ما تتوصفش. خالد بن الوليد يا جماعة، يعني أنا بس يعني هقول لك بس كم موقف بدون خروج عن الموقع، عن قصة أسامة بن زيد وقصة الموقف اللي احنا فيه ده. إن سبحان الله خالد بن الوليد يعني هقول لك بس ليه 3-4 مواقف. في سرية مؤتة على سبيل المثال، احنا قلنا في سرية مؤتة إن كان عدد المسلمين كام؟ 3000، وعدد الكفار كام؟ 200,000. سقط زيد بن حارثة في أول الجهاد، شاط في رماح القوم. الثاني مين؟ جعفر بن أبي طالب، مسك الراية بإيديه اليمين اتقطعت، خد بالك، فراح واخد الراية بإيده الشمال اتقطعت، فراح واخدها بعضديه، فراحوا قاسمين نصين. يا نهار أبيض. فأبدله الله بدلا من يديه جناحين في الجنة يطير بهما مع جبريل وميكائيل. فين الدليل؟ خد الدليل. أحاديث بقى 7 أحاديث رواها أحمد، وجود إسنادها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وحسن إسنادها الحافظ ابن حجر في فتح الباري. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لقي عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يقول له: مرحبا يا ابن ذي الجناحين. ويقول في رواية أخرى: إن أباك قد أبدله الله عز وجل بدلا من يديه جناحين في الجنة يطير بهما مع جبريل وميكائيل. تخيل جعفر بن أبي طالب حي يرزق ويطير جناحيه الآن في الجنة. شاهد في الموضوع، بعد ما قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب، أخذ الراية عبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة أخذ الراية ودخل فقتل، فأخذ الراية واحد من الصحابة وثم أعطاها لخالد بن الوليد. خالد بن الوليد رجل يعني في مسألة الجهاد والحرب دي رجل يعني عقلية عسكرية من الطراز الأول. يعمل إيه؟ حط نفسك مكانه. قول لي بالله عليك، أنتوا 3000 وخد بالك، والأماكن اللي ممكن يجي لك منها المدد والمعونة والأكل والشرب والسلاح بعيدة جدا على بعد حوالي 1000 كيلو، والتانيين 200,000، وال200,000 جنب المصادر العسكرية بتاعتهم، مخازن الأكل والذخيرة والسلاح كل ده جنبهم. تعمل إيه؟ خالد قعد يفكر فكرة ذكية جدا. قال خلاص وجدتها. يعمل إيه خالد رضي الله عنه وارضاه؟ قال لك إن الناس اللي بيجاهدوا في الصفوف المقدمة خد بالك يرجعوا ورا. يرجعوا إيه؟ ورا. واللي على اليمين يخش ناحية الشمال، واللي على الشمال يخش ناحية اليمين، ونبدل الصفوف ونقسم الجيش نصين. نص يخش بكرة يجاهد، والنص التاني يجي من ورا من على بعد كيلو، ويعمل غبار ويرفع الأعلام ويصرخ ويقول الله أكبر الله أكبر، تكبير مع صراخ مع تعفير تراب. فيظن هؤلاء الكفار إن في مدد من الجيش جاي، مثلا 200 300 400 ألف، أعداد رهيبة جدا جاية هتقضي عليهم. فلما شاف المنظر ده، شوف بقى، شوف الذكاء عجيب جدا. طبعا الناس عاملين 4 أيام عاملين يقابلوا بعض كل يوم، بالبلد كده شبه كده خلاص حفظوا وشوش بعض. فجه تاني يوم بتوع الروم داخلين يقاتلوا ويقابلوا المسلمين. الله، مش ده اللي كان قدام امبارح ولا ده، لا ده الموضوع اتغير، لان الناس بقت ورا، فاهم ازاي؟ وبعدين فجأة سمعوا صراخ الله اكبر الله اكبر، واعلام مرفوعه وتراب جاي من بعيد من على بعد كيلو. قالوا بس ده في مدد جه كبير جدا للجيش المسلم وهيقضوا علينا. اذا كنا احنا 200,000 مش قادرين على 3000، امال المئات الالوف اللي جايه دي ايه هنعمل فيها ايه؟ شوف خطه خالد عامله ازاي. وفي النهايه عمل ايه خالد؟ قال لهم خشوا عليهم، وبعد فتره يسيره كده من القتال ارجعوا وانسحبوا واحده واحده، واخد بالك، لحد ما هم يحسوا ان احنا بندخلهم مصيده فيرجعوا وما احنا ماشيين. وكان رجوعه كانت نصره انه ينقذ 3000 موحد، لان ال 3000 موحد دول كانوا يقينا كانوا هيموتوا، هيتقتلوا كلهم. هيبقوا شهداء، بس برضه يعني ما احنا عايزينهم يعيشوا يعني.
فاهم ازاي؟ فالمهم بالفعل الرومان اول ما ابتدوا يخشوا ومعاهم القبائل بقى الثانيه ابتدوا يخشوا، فبداوا يلاقوا ايه المسلمين بينسحبوا، قالوا لا ده هم عايزين يدخلونا في المصيده بتاعه الجيوش اللي جايه ديت، لا ارجع ورا. فبدا الروم هم اللي ينسحبوا، وبدا المسلمين يجروا او ينسحبوا بهدوء كده لحد ما تركوا الارض جميعا ورجعوا مره اخرى الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه المنوره. ده موقف من مواقف خالد. اذكر لك كم موقف تاني في فتوحات الشام. خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه كان يعني ربنا سبحانه وتعالى بيلقي الرعب في قلب اي قائد من قواد الروم مجرد ما يسمع بس ان خالد بن الوليد جاي ولو من على بعد حتى شهر. خد بالك؟ فاول ما يسمع بقدوم خالد يوم داخل الحصن وهو والجنود واقفين على نفسهم. فجأة دخل بلده اسمها قنسرين. اول ما وصل لبلده قنسرين القائد دخل جوه وراح قافل الحصون وخلاص امن نفسه يعني. خالد بن الوليد يفكر طب اطلعه ازاي الراجل ده؟ راح باعت له حته ورقه صغيره قد كده مكتوب عليها ايه؟ من خالد بن الوليد، من عبد الله خالد بن الوليد الى قائد الروم في بلده قنسرين. اما بعد، خد بالك بقى من الكلام كلمتين وبس يعني، فاهم ازاي؟ من عبد الله خالد بن الوليد الى قائد الروم في بلده قنسرين. اما بعد فاين تذهبون؟ هتروح فين يا جميل؟ فاهم ازاي؟ عايز اقول له كده يعني هتروح فين؟ فوالله لو صعدتم إلى السحب لأصعدنا الله إليكم أو لأمطركم عليه. يعني كده كده مش هتنفذوا، يا إما هنطلع لكم السحب يا إما ربنا ينزلكم عليها زي المطر كده نخلص عليكم. فالراجل أول ما وصلته الرسالة اترعب، راح فاتح الحصن ومسلمه لخالد بن الوليد. الحصن اللي بعده دخل خالد بن الوليد فجاله قائد الروم، فحب ان هو يعني يسخر من خالد بن الوليد، فقال له سمعت أنه ما جاء بكم إلا الجوع والعطش. عرفت ان انتوا ناس فقراء جدا وانتوا خارجين بس بتبحثوا عن لقمة عيش، فتعالى ونعطي كل واحد منكم 10 دنانير وكسوة وطعام وشراب وبعد السلامة، وكل 6 شهور أو كل سنة تعالوا خدوا زيها. خالد رضي الله عنه وارضاه حس بأن الكلام ده فيه مهانة. خالد رجل يعني عنده عزة، فراح باصص له كده وقال له لا والله ما أخرجنا لا الجوع ولا العطش، ولكننا قوم نشرب الدماء. احنا الغذاء بتاعنا اللي بنتغذى بيه هو شرب الدم، وقد سمعنا أنه لا دم أطيب من دماء الروم فجئنا لنشرب من دمائكم. يعني بالبلدي كده قالوا لنا الدم بتاعكم جميل جدا، حاجة يعني دايت زي الفل يعني، فاهم ازاي؟ فجينا نشرب الدم بتاعكم. فأول راجل ما سمع الكلمة ديت راح مسلمه الحصن. في موقف ثالث وإن كنت ما بحبش أحكيه كتير، وإن كان هذا الموقف ثبت عند الإمام أحمد في كتاب الفضائل بسند صحيح، لكن ما بحبش أحكيه كتير ليه؟ لأن يعني برضو عشان ممكن بعض العقول اللي واخدة المسألة بالشكل العقلاني فقط ممكن ما تقبلهاش، لكن هي رواية صحيحة. إن قائد روم في إحدى الحصون برضو لما قابل خالد بن الوليد فقال له سمعت أنكم تتوكلون على ربكم. قال له نعم. قال إن كنت متوكلا على الله حقا فاشرب هذا الكوب من السم. خد بالك بقى فرق كبير مثلا بين كوبايه برتقال عليها نقطه سم ولا نقطتين، وفرق بين كوبايه سم كامل حاجه كده يعني كلها كامل. فنظر خالد بن الوليد الى كاس السم وقال اجل، فراح واخد الكاس. فحب الجنود يمنعوه، يا خالد مش معقوله هتموت نفسك، فقال دعوني، ومسك كاس السم وقال بسم الله توكلت على الله ثقة بالله، ثم شرب السم. يقول الراوي فوالله ما ازداد إلا الصحة والعافية. في عز الانتصارات دي كلها، نرجع بقى لموضوعنا، في عز الانتصارات دي كلها يجي قرار من عمر بن الخطاب بعزل خالد بن الوليد من ايه بلغة العصر يعني، من ايه من بيسموها وزير الدفاع، وزير الدفاع، من وزير الدفاع لجندي مجند. حط نفسك مكانه كده، لو إنسان ما عندوش ريحة الإخلاص، يعني تخيل النهاردة لو واحد لواء وجي قرار بأن هو ينزل من لواء العقيد ممكن يجي له شلل الأطفال، واخد بالك؟ فتخيل بقى ده من وزير دفاع لجندي مجند عسكري. إيه اللي حصل من خالد؟ طب لو واحد مكان خالد، أيوة طبعا هيقول لك أمير المؤمنين بيحقد علي عشان الانتصارات والفتوحات، وبعد كده التاريخ هيتكلم وهيقول خالد عمل وسوى وفتح فبيحقد علي عشان كده عايز يعزلني. خلاص مفيش عزل بقى وانقلاب عسكري. مش كان ممكن يعمل كده؟ أبدا. قال يرحم الله أمير المؤمنين. تخيل بيدعي له بالرحمة لأنه عارف أن عمر بن الخطاب رجل فاضل
رجل قال عنه النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال إن الله أجرى الحكمة على قلب ولسان عمر، حديث عند أحمد بسند صحيح. وقال كما عند أحمد أيضا بسند صحيح: لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب. فتخيل هذا الرجل بهذه الصفات العظيمة. ده سيدنا عمر بن الخطاب كما عد ذلك الحافظ ابن حجر في أكثر من 15 موضع، بلغت 19 موضع من القرآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ويقول أبو بكر شيئا ويقول عمر شيئا، فينزل القرآن موافقا لرأي عمر بن الخطاب. وفي بعض المواقف يتكلم عمر بن الخطاب ويشور على النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة في أمر معين، فينزل الأمر موافقا لعمر بن الخطاب. حتى هو من أدبه مع الله عز وجل كما ثبت ذلك عند مسلم، كان يقول: وافقت ربي في 3 مواضع. ما قالش وافقني ربي. شوف الأدب حتى في عرض الكلمة. فعمر بن الخطاب عزل خالد بن الوليد وعين أبا عبيدة بن الجراح. يجي بقى سبحان الله عمر بن الخطاب عند موته عايز يزيل اللبس ده، لحسن حد يظن يقول لك أكيد عزله، أكيد مسك عليه خيانة أو اختلاس أو أي حاجة من الحاجات اللي ممكن يشك فيها أي إنسان مريض. فعمر بن الخطاب وضح المسألة، لأنه كان أهم حاجة عندهم يا جماعة العقيدة، ومسلم من غير عقيدة ما يسواش حاجة. فاهم إزاي؟ فقال: أما إني ما عزلت خالدا عن تهمة ولا ريبة ولا خيانة، ولكني عزلت خالدا لأني سمعت الناس يتحدثون أن الجيش الذي فيه خالد لا يهزم أبدا، فخشيت أن تتعلق قلوب الناس بخالد من دون رب خالد. خدت بالك؟ وده اللي حصل مع البراء بن مالك. ما هو السؤال اللي احنا بنسأله هو ليه طلب الشهادة؟ طب ما كان وجوده كان هينفع المسلمين بإذن الله طبعا. في أي موقع تستعصى عليهم: يا براء يلا اشتغل، تقسم على الله يخلص الموضوع كله، يا اللهم إن يقسم عليك أن تنصر جند المسلمين انتصروا. فاهم ازاي؟ ودي كلها أسباب. لكن البراء خاف على نفسه من الرياء، خاف على نفسه ان هو يضيع، فتمنى أن يموت، فلا ميت أفضل من هو يموت شهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فقال: اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراءة الشهادة في سبيلك. سبحان الله، مواقف عجيبة جدا جدا لهؤلاء الصحابة الكرام، وعلو همة لا تخطر على قلب بشر. تعال نشوف مثال تاني من علو الهمة، عشان الشباب همتهم تعلى، وإخواننا وأخواتنا وأبائنا وأمهاتنا همتهم تعلى أكتر وأكتر بفضل الله سبحانه وتعالى. معاذ بن جبل ده كان بس ليه موقف بس صغير، والله العظيم الدنيا كلها لا تساوي شيئا في عشر معشار هذه الكلمة التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. أكيد حضرتك وحضرتك نفسك تشوف النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ ولو حتى مرة في المنام، ولو مرة في المنام. تخيل بقى إن معاذ بن جبل النبي عليه الصلاة والسلام يقول له مش في المنام بقى، يقول له في الحقيقة، يقول له: يا معاذ والله إني لأحبك والله إني لأحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تدفع كم عشان تقابل النبي؟ تدفع كم عشان تشوف النبي؟ تدفع كم عشان تشوف النبي حتى ولو مرة في المنام صلى الله عليه وسلم؟ وبالمناسبة هقول لكم على وصفة لو عملتوها هتشوفوا النبي في المنام. هتقول لي معقول؟ أقول لك والله العظيم هقول لك بس تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. كان أحد المشايخ التابعين تلميذه نفسه يشوف النبي عليه السلام، قال له: يا شيخ ربنا يبارك فيك، نفسي أشوف النبي. قال له: أنا عندي ليك وصفة هايلة، تعالى لي الليلة دي تعشى معايا ونقعد ندردش مع بعض، وأنا هقول لك على وصفة بفضل الله بعد ما تعملها هتشوف النبي. قال له: طيب. الشيخ كلم مراته، قال لها: جهزي أكل كده جميل وظبطي الدنيا، والأكل اللي بعد ما تخلصيه عايزك تدسيه ملح على قد ما تقدري. يعني مثلا لو عامله مثلا صينيه طبيخ مثلا ولا حاجه، من تحت كده بقى قلبي الطبيخ كله كده في كميه ملح. جه تلميذه دخل على الشيخ: السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام. اقعد يا ابني كل. قال له: طب اتفضل يا شيخنا. قال له: لا انا لسه واكل يا ابني، سبقتك الحمد لله، فانت كل. التلميذ بيغمس لقى الاكل مليان ملح. طبعا شيخه قاعد فهو مكسوف يقول له: يا شيخنا يعني الاكل يعني مليان ملح وكده، فسكت يعني، فقعد ياكل. فالشيخ اقسم عليه لازم يخلص الاكل كله. طب يا شيخنا أنا الحمد لله يعني قال له: أبدا والله لا تاكله كله. فأكل الأكل كله، عايز يشرب مية، فبيسأل الشيخ: شيخنا أستاذن حضرتك شوية مية. قال له: سبحان الله يا ابني معلش ما عندناش مية، لكن إن شاء الله تبات معايا الليلة دي
وقبل الفجر كده بساعة ولا ساعة ونص إن شاء الله نجيب مية عشان نتوضى ونصلي قيام الليل وتشرب إن شاء الله. فنام هذا التلميذ من غير ما يشرب، وطبعا جوفه مليان ملح. نام وشيخه راح مصحيه في الثلث الأخير من الليل. أول ما راح يصحيه قال له: ها، ماذا رأيت في منامك؟ قال له: ماذا رأيت؟ رأيت أنهارا تجري وبحارا تتدفق وأمواجا يسابق بعضها بعضا وأمطارا تنزل وينابيع تخرج من الأرض. كل اللي شافه إيه؟ مية. خد بالك، مش شايف حاجة غير المية خالص. فقال: أجل، صدقت نيتك فصدقت رؤيتك، ولو صدقت محبتك للنبي لرأيت النبي في المنام. خدت بالكم المصفى؟ كل ما تزداد محبتك للنبي كل ما تكون رؤيتك للنبي عليه الصلاة والسلام سهلة ميسورة إن شاء الله. ولذلك قال أنس بن مالك كما صح عنه ذلك أنه قال: والله ما مرت ليلة إلا وأنا أرى فيها حبيبي صلى الله عليه وسلم. ثم يبكي أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. تعال نشوف سيدنا معاذ بن جبل. سيدنا معاذ بن جبل النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له: يا معاذ والله إني لأحبك، إني لأحبك. تخيل لما النبي عليه الصلاة والسلام يقسم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك بيقول له: أقسم بالله، بيقول له: والله والذي نفسي بيدي إني لأحبك. يا الله. معاذ بن جبل النبي عليه الصلاة والسلام لما حب يوضح إن كل رجل مناسب لابد أن يوضع في المكان المناسب، فكان يقول: أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأكثرهم حياء عثمان، وكذا وكذا وكذا. وكان من ضمنها: وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ بن جبل. معاذ بن جبل مات عنده كم سنة يا جماعة؟ روايتين. رواية بتقول أنه مات عنده 28 سنة، وأقصى ما يمكن في الرواية الثانية أنه مات وعنده 33 سنة. 33 سنة وهو أعلم الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالحلال والحرام. أي نعم، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق معاذ، قال: معاذ بن جبل أمام العلماء يوم القيامة رتوة. رتوة يعني منزلة، يعني منزلة معاذ بن جبل في أعلى منازل العلماء يوم القيامة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معاذ بن جبل اللي بذل حياته كلها لله سبحانه وتعالى، قيام وعبادة وصيام وقراءة قرآن، ويعني سبحان الله، وعلم في الدين، وتعلم الحلال والحرام، حتى أصبح أعلم الأمة بالحلال والحرام. هذا الإنسان اللي عاش على الهمة العالية دي كلها، وعاش على العبادة وعلى الالتزام واتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومصاحبة ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته حتى آخر لحظة في حياته. معاذ بن جبل عند أول سكرات الموت وهو في السكرات ماذا يقول؟ طبعا شيء طبيعي يكون فرحان جدا بلقاء الله سبحانه وتعالى. الإنسان اللي بيعيش على طاعة سعيد جدا، نفسه يشوف النتيجة، نفسه يعني يجني الثمرة اللي غرسها في الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى. فما كان من معاذ إلا أنه عند الموت قال: مرحبا بالموت مرحبا. ما هو ثبت عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقال معاذ بن جبل: مرحبا بالموت مرحبا، زائر مغب وحبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم. يا الله، يا ترى أنا وإنت لما يجينا سكرات الموت وفي آخر لحظة في حياتنا، يا ترى هنقول نفس الكلمة مرحبا بالموت مرحبا، ولا هنقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت؟ طب ما تلحق نفسك من دلوقتي. لو ما تبتش لحد دلوقتي ما تتوب، إيه اللي يمنعك؟ حد حيشك؟ دي أخي سبحان الله، ده المولى عز وجل فتح لك كل أبواب الأمل. قل يا عبادي الذين أسرفوا، مش أذنبوا، أسرفوا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما. التائب من الذنب كمن لا ذنب له والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. شوف قد ايه كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. توب إلى الله سبحانه وتعالى، وربنا يجمعنا وإياكم مع أهل التوبة ومع أهل الهمة والقمة مع السابقين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.